يوما بعد آخر نرى مدينتنا الرياضية ترتفع فيها نسبة الإنجاز العمراني الذي يأتي بهمة عراقية متواصلة من أجل إكمالها في الموعد المحدد المطلوب منهم قبل انطلاق خليج 21. لكن هنالك من يشكك بعدم قدرة هذا المشروع العملاق على الصمود بكل متعلقاته في السنوات القادمة، الأمر الذي دفع مدير الدائرة الهندسية في وزارة الشباب والرياضة كامل البراهي إلى عقد مؤتمر صحفي وضح فيه كل الملابسات والإشاعات التي حدثت. الوزارة يعني تنفذ العمل على ما هو مخطط له من بداية المباشرة في 20/7/2009 ولحد الآن. دائما نسبة الإنجاز الفعلي متجاوزة على نسبة المخطط، وبالتالي الذي ينجز الآن 73%، ألا ينجز المتبقي 22؟ نحن هيئنا كل ما يلزم لما تبقى من العمل المتبقي، هيئنا خصوصا المواد الاستيرادية، لأن الفترة القادمة هي فترة للمواد الاستيرادية، وبالتالي وصل إلى المدينة ما يقارب 85% من تلك المواد. المؤتمر تضمن شرح مراحل البناء لجميع الحاضرين من الصحفيين والإعلاميين في كيفية وضع الأسس للملاعب والفنادق وكل ملحق من ملحقات هذا الصرح ليكونوا على بينة ودراية تامة بكل التفاصيل التي جرت عليه. حقيقة نحن سنوجه دعوات لكل الجميع يعني اللي الراغبين لزيارة مشروع مدينة البصرة الرياضية أن ندعو لزيارتها والتأكد من صحة ما يبث يعني هنا وهناك، وبالتالي حتى الجهات اللي تشكك بهذا الموضوع نتمنى أن تزور مشروع مدينة البصرة الرياضية، هذا المشروع الكبير، هذا المشروع اللي هو مو مشروع وزارة الشباب والرياضة بقدر ما هو مشروع العراق بأكمله، المشروع اللي كثير من الرياضيين يقولون ويأكدون بأنه هو حلم الرياضيين، وبالتالي أنه هم يعني تواقن لأن ينتهي هذا المشروع بالفترة المحددة. يجب علينا أن لا نتخوف من هذه التقولات أو بعض الشكوك، وعلى الأخوة المسؤولين لا سيما الجهة القطاعية في وزارة الشباب والرياضة أن ترد بالقول والفعل والعمل وبالتأكيد والإيضاح اللازم، وأن تستفيد من القنوات الإعلامية والصحفية بالتعامل بشكل إيجابي ليخدم الحركة الرياضية بصورة عامة والمنجز الرياضي الذي نقر ونتطلع إلى أن تقر له عيوننا إن شاء الله بالأشهر القادمة. نقاط كثيرة توضحت بهذا المؤتمر بخصوص كل الشكوك التي ترمي إلغاء مشروع المدينة الرياضية في البصرة وما يجري عليها من البناء وتواصل العمل الجدي والفعلي، ما هو إلا دليل واضح على انهيار تلك الشكوك. من مقر الدائرة الهندسية، زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد.